السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في قناتكم نيو هورايزنز. في هذا الفيديو غادي نشوفوا آخر مستجدات ملعب ابن بطوطة بطنجة وملعب الحسن الثاني بالرباط، الملعب اللي غادي يستقبل على أرضيته مباريات الدور الأول للمنتخب الجزائري. وقبل ما نبداو أصدقائي ساعدوا القناة بالاشتراك والضغط على زر لايك، القناة جديدة ومحتاجة للدعم ديالكم، وإذا عجبكم المحتوى اللي كنقدموه فعلوا الجرس باش تكونوا أول وحدين يشوفوا جديد الملاعب ديال بلادنا. والشكر الجزيل للدعم ديالكم، وبلا ما نطولوا أكثر يلا نشوفوا الفيديو على بركة الله. مرحبا بكم من جديد أصدقائي. اليوم جيناكم من قلب العاصمة الرباط، وبالضبط من داخل ملعب مولاي الحسن، باش نوافيوكم بتطور ميداني مهم بزاف وغادي يفرح كل عاشق لكرة القدم في الرباط وخارجها. المشهد اللي كتشوفوه دابا هو لحظة كبيرة للحدث اللي كانت كتسناه الجماهير، واللي كيشكل منعطف كبير في مسار تأهيل هذا الملعب. انطلاق عملية زراعة العشب الطبيعي على أرضية ملعب مولاي الحسن بشكل فعلي ورسمي بعد أسابيع من التحضيرات الدقيقة والمعقدة. هذه العملية ما جاتش عشوائية، ولكن سبقتها مراحل تقنية مهمة بزاف، بحال تسوية التربة وتهيئتها بطريقة علمية وتثبيت شبكة السقي الحديثة اللي كتضمن توزيع موحد للمياه وبشكل ذكي كيستجب لحاجيات العشب طيلة الموسم الكروي سواء في الشتاء ولا في الصيف. وإلا دققتوا في الصورة غادي تلاحظوا كيفاش العمال كيتحركوا بدقة وبسرعة كبيرة باش يغطيو الأرضية باحترافية كبيرة. العملية كتمر تحت إشراف تقنيين متخصصين وكل شيء محسوب باش المساحة تكون مستوية وخالية من أي عيوب، وفي نفس الوقت كيخدموا عمال آخرين على تجهيز باقي مرافق الملعب، من تركيب الكراسي الجديدة باللون الأحمر والأخضر اللي كيضفي طابع وطني فني على الواجهة الداخلية للملعب، وغيتم تثبيت لوحات الإشهار بشكل متناسق اللي كيتيح لنا رؤية شاملة للتصميم. وما نساوش الورش الموازي اللي كيهتم بأنظمة الإنارة، بحيث كيتثبت نظام إنارة حديث ومتطور غادي يضوي الملعب بجودة عالية سواء في النهار ولا في الليل، وهذا الشيء غادي يعطي إضافة كبيرة للفرجة الكروية. وهذه السرعة كلها باش يكون الملعب جاهز باش يحتضن مباريات المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا القادمة في أحسن الظروف. وندوزو دابا لعروسات الشمال والكلام على واحد من أكبر الملاعب بالمغرب حاليا، ملعب ابن بطوطة الكبير، اللي كيتحول قدام عيوننا لتحفة معمارية عالمية غادي تبهر القارة الإفريقية وتنافس أكبر الملاعب الدولية من بعد فترة ديال التأخير في الأعمال بسبب التقلبات المناخية اللي عرقلات الأشغال. رجع الاستقرار الجوي للمنطقة، والورش ديال ملعب ابن بطوطة رجع كيتحرك بقوة، والأشغال كتسابق الزمن باش يكون الملعب واجد في التاريخ المحدد. التسقيف حاليا وصل لمرحلة حاسمة. أول حاجة كتشد الانتباه هي عملية استكمال رفع العوارض الفولاذية العملاقة اللي كتشكل هيكل جديد لسقف الملعب. الحدود الساعة تم تركيب 5 عوارض ضخمة واستعداد دابا لرفع العارضة السادسة، وهذه العملية ماشي بثقة، كتطلب دقة متناهية ومراقبة صارمة من المهندسين والتقنيين، حيث التوازن والوزن كيتحسبوا بالمليمتر، وكل عارضة كتقربنا خطوة من لحظة استكمال السقف الجديد. وفي نفس الوقت كتشهد البنية التحتية ديال الملعب تطور كبير، بحيث انطلقت عملية تركيب وحدات تكييف مركزية حديثة جدا ومخصصة لتبريد مرافق حساسة بحال غرف تبديل الملابس، القاعات التقنية، سكاي بوكس. هاد التكييف غادي يضمن جو مريح في الأيام اللي الحرارة فيها طالعة باش الضيوف يحسوا بالراحة القصوى. والمزيد من السلامة داخل الورش تم تثبيت شباك وقائي على الحواف المرتفعة من الهيكل الحديدي، والدور ديال هاد الشباك هو منع المعدات من السقوط على الطاقم اللي خدام في المستوى الأرضي. السلامة كتجي على رأس الأولويات في هذا المشروع، وهذا الشيء باين في كل تفصيلة كاينة في الموقع. أما من ناحية تغليف الواجهة الخارجية فالأشغال كتستعمر بوتيرة سريعة، وكنشوفوا التركيب ديال الغلاف الخارجي عاطي الملعب واجهة بانورامية عصرية فخمة تليق بالمكانة اللي كتستحقها مدينة طنجة. أما عن دور هذا الغلاف فهو كيساعد في العزل الحراري والضوئي للملعب، وكنشاهدوا محيط الملعب اللي كيتحول تدريجيا لمساحة متكاملة خضراء منظمة وآمنة، وكنشاهدوا أيضا تزيين الأرصفة بالزخارف الجميلة وتركيب الإنارة،
كلشي متناسق باش تكون الصورة النهائية تحفة متكاملة كتلمع من بعيد وسط سماء طنجة. أصدقائي، هاد التغطية الخاصة من قناتكم نيو هورايزنز لملعب مولاي الحسن بالرباط أو ملعب ابن بطوطة بطنجة كتدل على أن المغرب اليوم ماشي غير كيبني ملاعب متطورة، المغرب كيرسم تحف رياضية فريدة من نوعها غادي دير البصمة في التاريخ وتكون فخر للمغاربة أمام العالم. أصدقائي، خليونا نعرفوا رأيكم في التعاليق على هذه الملاعب وتقولوا لنا واش المغرب كسب التحدي. وما تنساوش إخواتي بالدعم ديالكم للقناة بالاشتراك والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناة. ومع السلامة إخواتي في فيديو آخر يوضح إلى أين وصلت أعمال الملاعب المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله.